السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت واحدة من أجمل وأشهر الحلويات اللي موجودة في جزيرة جاوا. الحلويات دي اسمها بوتو. المكون الأساسي للحلويات دي هو جوز الهند. زي ما انتوا شايفين هو بيجيب جوز الهند اللي مضاف إليه بعض من الدقيق، وبعد كده بيحط عليهم سكر نخيل، ويقوم مكمل جوز هند تاني. طبعا بيحط الحاجات دي كلها في الاسطوانات دي اللي هي معمولة من البامبو. هو بيحط طبقة جوز هند، بعدين طبقة سكر نخيل، بعدين طبقة جوز هند تاني، ويبدأ بقى يسويهم. سبب الصوت بقى ان في فتحة في المدخنة اللي قدامكم دي. طبعا تحت موجود الفرن، والبيزنس زي ما انتوا شايفين حاجة صغيرة جدا على العربية، يعني هو مش محتاج اي حاجة، مش محتاج تكاليف كتير، حاجة بسيطة والاطفال كلهم بيحبوها. وبعد ما بتستوي بيقوم قلبها على الناحية التانية، يبقى كده استوت من الناحيتين، ويبدأ بقى ان هو يطلعها من الاسطوانات اللي هي معمولة من البامبو دي، وكده تبقى جاهزة للأكل. وبيحط عليها جوز هند. أنا هنشتري ويلا بقى علشان نجربها. هو ده بقى اللي بيسموه بوتو. تعالوا بقى نشوف طعمه. ده بقى طبعا شكل العلبة لما احنا خدناها. طبعا شكلها جميل، حاطط عليها جوز هند وهي اصلا معمولة من الجوز الهند. يلا بقى انا عايز اجرب. طبعا انتوا شايفين الكمية دي كلها ما شاء الله، يعني ب10,000 روبية بس. يلا هنجرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قطعت حتة صغيرة، حط عليها جوز هند كده يبقى طعمها جوز الهند. ده شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. على فكرة فيها سكر نخيل، اللي هو كان بني ده اللي انا قلت لكم عليه، ده سكر نخيل. ده طعمه جميل جدا، وممكن ان انت تقطعها بايدك زي ما انت شايف، لانها جوز هند. تاكل جوز هند بالسكر، بس لما جوز الهند مستوي شوية، بصوا البني ده سكر النخيل، هو ده. لما تاكلوا بقى البني بتاعه، بس هي سخنة جدا. جوز هند ومعاه سكر نخيل، يعني حبة دقيق بس، مش حاسس بيها. هو طعم جوز الهند طاغي جدا عليها، فطعمها جميل جدا. وعلى تمنها، فالكمية زي ما انتوا شايفين 10، يعني احنا دفعنا 10,000 روبيا، اخدنا 10 عيدان من ده. فال10 دول يعني الواحد ممكن ان هي تكفي فرد مثلا او فردين كسناكس بعد الغداء. لو انتوا جيتوا اندونيسيا لازم تجربوه. طيب انا بقى هنهي الفيديو وهنكمل بقى. هكمل هاكل كل ده. الناس اللي هي مشتركتش في القناة تشترك، متنسوش اللايك والشير، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.